السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيكم يا أحلى وأغلى أخوات، يا رب تكونوا بخير وبيوتكم دايمًا كده تكون مليانة بالخير. شايفين ما شاء الله لا قوة إلا بالله الفراخ الساس والشِفَر اللي قدّامكم دي ساس وشِفَر يا جماعة، دي عمرها النهارده 40 يوم، بُصّوا هو 41 يوم بالضبط. خلاص أنا مربياهم كده بالأعشاب، يعني متربيين بالأعشاب وكمان من غير لمبة صفرا، فتحت اللمبة الصفرا بس في الأول، لكن دلوقتي كده خلاص لمبة بيضا ولا فواتير بقى كهربا غالية وفي عز التلج اللي إحنا فيه ده، وميزانهم ما شاء الله يعني كمان هاوزنهم لكم النهارده وزي ما أنتم شايفين كده الأحجام يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كل السر ده يا جماعة في معلقة واحدة بس، بتزوّد الوزن وتفتح الشهية وبتمنع الإسهالات، وكمان عايزة أقول لكم إنها بتطهّر الأمعاء وتمنع الفيروسات وبتدفّي جسمهم جدًا، يعني بتنشّط الدورة الدموية في جسمهم، فبتدفّيهم ببلاش. المعلقة دي يا جماعة يعني موجودة عندنا كده في كل بيت هتلاقوها، بس خدوا بالكم إنها ما تتحطّش قبل عُمر ال3 أسابيع على الأقل، كمّلوا بس معايا كده الفيديو للنهاية عشان كمان هاوزن لكم الفراخ الساس والشِفَر اللي قدّامكم دي، وهاقول لكم كمان سر زيادة الأوزان دي إيه، وتشوفوا كده ميزانهم في عُمر 40 يوم بيكون إيه. يالّا يا أحلى أخوات اذكروا الله وصلّوا على الحبيب اللهم صل وسلِّم وبارك على سيدنا محمد، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك وتفعيل زر الجرس للكل عشان يوصلكم إشعار بكل فيديوهاتنا الجديدة. طبعًا أنتم عارفين إن الفراخ بتكِش في الشتا بتسيّف كده وبتخِس وممكن كده كمان يعني إيه، يكون عندها إسهالات علشان إيه، المشاكل بتاعة الفيروسات اللي بتيجي في الشتا. طبعًا كُلّنا يعني يُعتبر عندنا المشكلة دي. وطبعًا كمان مصاريف بقى اللُمَض والكهربا وأنتم عارفين اللُمَض الصفرا دي يعني بيحصل فيها إيه، كل شوية تتحرق وكل شوية نروح نشتري لمبة ومش عارفين نعمل إيه. فعايزة أقول لكم بقى الفراخ الساسو دي يعني أنا خلاص بطّلت إن أنا أفتح لها اللمبة الصفرا، هي بس في الأول بافتح لها اللمبة الصفرا وهُم صغيرين لحد عُمر ال21 يوم، وبعد كده خلاص. لمّا بقى الفرخ كمان بقى بيتدفّى، يعني لمّا إحنا بندّي له اللي أنا هاقول لكم عليه دلوقتي وبيتدفّى، بيعمل إيه بقى، بيبتدي يسحب بقى في العلف ويحوّل لحم. فأنا النهارده هاوزن معاكم عشان تعرفوا وزنهم، بس قبل ما نوزن تعالوا أقول لكم بقى النهارده على المكون السحري، المعلقة اللي معانا النهارده اللي بتمنع الإسهالات وتقوي المناعة وتفتح الشهية وتطهّر الأمعاء، بُصّوا فيها كل حاجة، وتدفئة كمان لجسمهم ببلاش. تعالوا بقى نحضّره سوا، طبعًا هم دلوقتي من بعد الشهر بياكلوا العلف الخشن، لإن هم لحد الشهر لحد ال21 يوم بالضبط أنا بأكّلهم العلف الناعم اللي هو تركيز 23% اللي هو العلف السمسم. من بعد الشهر بقى بنبتدي نستخدم العلف الخشن اللي هو تركيز 21%. فأول حاجة هتبقى معانا هنا العلف الخشن طبعًا اللي هو تركيز 21% اللي لا غنى عنه، ما باخلّطش دلوقتي خالص يا جماعة وما تخلّطوش للفراخ الساسو دلوقتي خالص علشان تجيب معاكم وزن. وطبعًا أهم حاجة زي ما قُلت لكم تكون إيه، ساسو شيفر، يعني برضه الفرخ يكون إيه، يكون كويس من الأول. معانا هنا بقى كمان إيه، بصلة مفرومة وده أساسي عشان المناعة ومقاتل للبكتيريا كمان والفيروسات، البصل ممتاز جدًا كمان بيفتح الشهية. بعد كده كمان نحط خل أبيض، ده بيعتبر زي مضاد سموم ومطهّر معوي طبيعي وكمان بيفتح الشهية. دلوقتي كمان معانا إيه بقى، معانا ربع معلقة صغيرة شطة حمرا، أيوه يا جماعة الشطة ما تستغربوش، الشطة الحمرا اللي هي الحراقة بتاعتنا اللي إحنا بنستخدمها في كل بيت هتلاقي الشطة دي. بُصّوا بقى الشطة دي بتعمل إيه بقى، بتسخّن الدورة الدموية فبتنشّط الفرخ، وكمان بتطهّر الأمعاء، بتقتل أي بكتيريا أو بتقتل الفيروسات، بس عايزة أقول لكم إن ده ما نستخدموش في العمر الصغير، أديني بأكد أهو. خلاص تعالوا بقى إيه، نخلّط بقى ده كلّه على بعضه وبنحطه قدّامهم، وهُم بُص بينزلوا عليه يعني ياكلوه ما تقولوش بس الشطة حامية والكلام ده لأ، بياكلوا والله بيبقوا زي الفل والكلام ده بيفتح الشهية وبيدفّيهم والشطة دي ممتازة، ممتازة خشوا كده ابحثوا كده عنها هتلاقوها ممتازة. يالّا بقى تعالوا بقى إيه، نسمّي الله بقى ونشوف الميزان. قبل ما نشوف الميزان بقى إيديكم كده على اللايكات يا أحلى أخوات. يالّا بُصّوا بسم الله ما شاء الله، ده يا جماعة وزن الديك النهارده عمرهم 40 يوم، يعني بصراحة يعني أنا نَفْسي والله ما كنت متوقعة خالص الميزان ده. ده يا جماعة وزنه أهو 2 كيلو إلا 100 جرام، ده وزن السِّس وعُمر 40 يوم، ده متربّي على الأعشاب يا جماعة، متربّي على الأعشاب، يعني أنا ما حطيتلهمش أي دوا بيطري خالص ولا أي دوا بشري كمان والله، ولا أي حاجة خالص إلا بس في فترة التحضير اللي هي الأولانية خالص، اللي هم أول 3 أيام حطيت مضاد حيوي، معوي وتنفُّسي. وقت ما جِبتهم وهُم كتاكيت عُمر يوم، هُم أول 3 أيام بس، بعد كده ما عملتش أي حاجة خالص غير الأعشاب فقط لا غير، بس. بس برضه يا جماعة لازم نكون متّفقين إن الفرخ من الأول يكون فرزة كويسة، يعني إيه، يعني ساسو شِفَر مش جيل تاني، هتاخدي منها أوزان جميلة مع المراعية طبعًا. شُفتوا بقى النتيجة؟ عشان بقى تاخدوا الوزن ده وكمان توفّروا بقى في الكهربا يا جماعة، الشطة دي حطّوا بس نُص معلقة صغيرة على كيلو العلف، هي مرّة واحدة بس في اليوم ومش كل يوم يا جماعة، يعني إيه مرّتين مثلًا في الأسبوع، وكمان مهم جدًا إن الفرشة تكون ناشفة وتكون نضيفة.
لو الفرشة مبلولة أو عاملة رطوبة هتعمل لكم كوكسيديا، خدوا بالكم من الموضوع ده. أنا هاسيب لكم في أول تعليق مثبت رابط فيديو فيه كل الأدوية البشرية، أدوية مهمة جدًا بنستخدمها للطيور، فشوفوه إن شاء الله هيعجبكم وهتستفيدوا منه. والقناة كلّها والله يا جماعة فيها معلومات قوية جدًا عن تربية الفراخ، الفراخ البيضا والفراخ الفراخ الساسو، وأي فراخ أنتم عايزينها البلدي، كل أنواع الطيور والبط كمان. فاستنوا بقى الفيديو الجاي، خشوا القناة، أي حد محتاج أي حاجة ابعتوا لي في التعليقات هارُد عليكم. ما تنسوش اللايك والاشتراك، يا أحلى عيلة، إن شاء الله بإذن الله أنا برضه هابقى أصورهم لكم قبل ما أدبحهم علشان تشوفوا بقى الوزن النهائي معانا وصل لإيه، وكمان هاعمل لكم بقى خلطات كتيرة جاية عشان برضه تعرفوا أنا باعمل معاهم إيه، لإن أنا ما قُلتلكوش برضه على كل الأسرار لسه. استنوا بس الفيديوهات اللي جاية فيها مفاجآت كتيرة. أشوفكم على خير يا أحلى أخوات، ما تنسوش زي ما قُلت لكم اللايك والاشتراك علشان بس تشجعوني، وشكرًا، شكرًا، شكرًا على كل حد بيشترك، وشكرًا على كل حد بيدعمني. أشوفكم على خير وفعلوا زر الجرس يا جماعة عشان يوصلكم كل جديد. سلام عليكم.